من يقول أن هذا هو مثلث إلهي فيه أسرار جمة. من الذي وصل إلى هذا المكان؟ وصله العلامة زين الدين علي بن فاضل المازندراني. هذا الرجل كان عنده أستاذ وتتلمذ على يد أستاذه في النجف وسامراء، وكان أحدهم حنفي والآخر أندلسي. فسافر مع أستاذه الأندلسي إلى أين؟ إلى بلاد الأندلس. أين تقع الأندلس اليوم؟ يعني أسبانيا، يعني أسبانيا. وعاصمة أسبانيا اليوم مدريد. متى فتحت بلاد الأندلس؟ يعني متى فتحت أسبانيا؟ في الدولة الإسلامية أيام الإمام زين العابدين عليه السلام سنة 92 للهجرة فتحت بلاد الأندلس وانتشر الإسلام فيها. فلما وصل زين الدين المازندراني مع أستاذه إلى بلاد الأندلس مرض وأصيب بالحمى، فقال لأستاذه: لا أستطيع الاستمرار بالعمل والمسير معك إلى جزر الأندلس، يعني جزر المغرب العربي، ما أقدر. زين الدين المازندراني يبكي، وأستاذ الأندلسي شنو؟ لشدة العلاقة هم يبكي. أخيرا أكو جامع، قال له: أنت تبقى بالجامع وهذا فراق بيننا. صاح الواحد مؤذن بالجامع اعطاه 6 دراهم على مود يرعاه. بعد 3 أيام من هجرة الأستاذ الأندلسي تشافى المازندراني، شاف هذا الخمس الدراهم ما ليش؟ لرعايته علما للمازندراني. المازندراني صار وقت الصلاة، من صار وقت الصلاة انعزل خذ زاوية لأن متعب، وإذا اجى المؤذن أذن بحي على خير العمل. من أذن حي على خير العمل كان الخوف مسيطر عليه، سبب الخوف يخف عن المازندراني. وإذا اجت الناس أفواج تتوضأ، وكان وضوءهم وضوء الإمامية. هل أثناء دخلوا المسجد إلى الصلاة قام رجل من أوساطهم يشع نور، له هيبة، ملابس جيدة جدا وله بهاء، صلى بهم صلاة الإمامية، خلصوا عقبوا كما تعقب الإمامية، سووا تسبيح فاطمة الزهراء ثم قرأوا تعجيل الفرج. إمام الجماعة من طلع هو والمجموعة اللي وياه اجوا ليه سلموا عليه، قال له: أنت بمن تؤمن؟ قال لهم: لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: هذا لكي تتقي به دمك، اطمئن إنك في مكان آمن، إن هذه الشهادتين تحقن بها دمك، لكن يوم القيامة لا تنتفع إلا بالشهادة الثالثة. قال: رحمكم الله، علموني ما الشهادة الثالثة؟ قال: أن تشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمام المتقين يعصوب الدين هو ولي الله حقا، فبه تدخل الجنة. فشهد لهم بذلك، احتفوا به إلى أن تشافى. بعض النهار صار فكرة يريد يطلع، استدعى إمام الجامع رجل، قال له: هذا أخذه وهاي مبلغ بالمال دراهم، صعد على الحمار
خلي يشوف شنو. إجا طلع وصل إلى ساحل. من وصل إلى ساحل شاف سفينة جاية من بعيد. اجت السفينة. من اجت السفينة سألهم، قال لهم انتم وين تروحون؟ انا بدي ارجع وياكم. قالوا له ما يخالف، لكن اعلم ترى رحلتنا 26 يوم، 3 ايام من هذه الايام ترى عمارة ماكو، طعام شراب شنو؟ ماكو. 7 قال لهم ما يخالف، انا موطن نفسي. ليش موطن نفسه؟ اللي بداخله اللي يشوف الامام عليه السلام. نقلت السفينة إلى أن وصلوا إلى منطقة ما بها لا ماء ولا عمران. السفينة تغوص في وسط الماء، الماء يصير جدران، إلى أن دخلوا إلى منطقة. من دخلوا لهاي المنطقة أو السفينة نزلت، الساري يطلع وين يروح؟ يسأل على جامع المنطقة. اجى للجامع، نفس اللي جرى بالجامع الأول جرويا بالجامع الثاني، حي على خير العمل، أشهد أن عليا ولي الله. خرج واحد من أوساطهم يصلي، خلص صلاته إجا قال له أنت غريب، أليس أنت زين الدين علي بن فاضل المازندراني؟ هذا تعجب. قال كيف عرفت باسمي؟ قال أرحم الله أباك. عجيب. قال وتعلم أن أبي فارق الحياة؟ قال لا عليك، أنت في ضيافتي. قال من أنت؟ قال أنا شمس الدين العالم. قال شمس الدين العالم؟ قال بلى، لقد جاءتني الأنباء بوصولك إلى هنا. أفرغ له زاوية من المسجد وجعل 2 من رجاله يرعون منه المازندراني. قبل صلاة المغرب اجوا 2 قال لا تنصرف من هذا المكان، إن السيد شمس الدين يريد أن يلتقي بك ويتعشى معك. اجى المازندراني قاعد بهذا المكان، اجا شمس الدين ويا نفرين تعشوا وياه، قالوا له أنت لم تصلي الظهيرة معنا فلتصلي معنا المغرب، وإذا صلاة شيعية 100% مع تعقيباتها، مع تعجيل الفرج، مع تسبيح الزهراء. قال له أنت تبقى في ضيافتي. فبقى في ضيافته عدة أيام. لما بقى بالضيافة قال له أنت ماذا تريد؟ أنت شنو تريد؟ قال أريد أن أرى الإمام. قال لن ترى. قال وهل أنت رأيته؟ قال يراه من شاء الله ولا يراه من لا يشاء الله. قال له أنا أريد أرى، ولكن قل لي منطقتكم لا ماء ولا زرع، ما تقول لي أنتم شلون عايشين يا سيد شمس الدين؟ قل لي أنت منو؟ قال أنا الحفيد الخامس لقائم آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أريد أن تصارحني ماذا تريد؟ قال أريد أن أرى الإمام. قال لن تستطيع، ولكن أدلك على مكان تصلي فيه 2 ركعتان، وإذا شاء الله أن يبلغ الإمام برؤيتك لرآك وترى. قال له زين أنتم ايش تاكلون؟ شو تشربون؟ قال له احنا هاي جزيرة، تعرف ايش اسمها؟ قال له لا. قال له هاي اسمها جزيرة الرافضة. قال له بلى. قال له اكو بعدنا جزيرة، احنا غير عامرة، اكو بعدنا جزيرة شنو؟ عامرة، تحيطها المياه كالأسوار وتحيطها المياه كالأبراج. اكو ما يشير كالبرج. قال هذا بقدرة الله، لا يصل عدوا إليها إلا هلك، ولا باخرة إلا غرقت، ولا طائرة إلا تحطمت. اعلم طريقك واعظ. قال له قل لي أكلكم شلون؟ قال له احنا بالسنة تجينا سفينة مرتين، كل 6 أشهر مرة تجيب لنا طعامنا مال 6 أشهر.
قبل ما ينفد تجينا نجيب لنا طعام مال 6 أشهر. قال له منين يجيكم؟ قال من منطقة تسمى الجزيرة الخضراء تقع في وسط مثلث برمودا. قال له أنا بروح لها الجزيرة. قال له أبقى هنا. بقى 19 يوم ضيافة شمس الدين. صدره ضاق قام يبكي. طلع لوين؟ للساحل. شاف الطير أبيض، طيور مو طير. قام يعد الطيور 7. رجع الشمس الدين قال له مولاي منطقتكم بيها طيور؟ قال له لا. قال له أنا رأيت 7 طيور بيض. قال له قوموا صلوا. صلوا. قال لقد كشف له الغطاء إن هذه ليست طيور، إنما السفن التي تنقل الغذاء سبقت موعدها بعدة أشهر، لأن بعد 4 أشهر تجينا، الآن 19 يوم وجدنا. طلعوا للبحر وإذا جت 7 سفن. القائد مالتها اسمه محمد. نزل محمد إلى المسجد، تعانق ويا شمس الدين وجلس إلى جنبه، ثم قال شمس الدين أخذ المخطوطات. شنو المخطوطات؟ يعني ورقة مال استلام وتسليم، كل نظام. استلموا. هذا المعول عليه يبقى 7 أيام. محمد أهل السفن البيض يبقون كم يوم؟ 7 أيام يروحون. 3 أيام قال احنا مأمورين نرجع 3 أيام. ولكن أين زين الدين؟ لقد أمرنا أن نصحب معنا رجل اسمه زين الدين علي بن فاضل المازندراني. كيف؟ جاء الأمر. صعد بالسفن ال7 بأكبر سفينة اللي ويا محمود. قال له تعال محمود فهمني هذا منه. قال له هذا الحفيد الخامس القائم على محمد. محمد. قال له أنا بشوف الإمام. قال له ما أعرف، ما تقدر. الإمام في حصن لا يراه أحد إلا بأمر الله. هو لا يعرف متى يخرج، هو المهدي ما يعرف. الآن وصلوا القسارة 16 يوم مسير بالبحر. نزلوا من البحر لقى حمار، ركب على الحمار جاب المنطقة. محمد وياه واقفين، اجى بيهم واحد. الواحد سلم. من سلم اكو جبل، بالجبل اكو فتحة، مقابل الفتحة اكو شجرة وعين مال ماي، فوق الجبل اكو قبة. هذا داخل. عن النظر للجبل والقبة والشجرة قال أراك أطلت النظر. محمد يقول له تعرف هذا اللي يسلم علينا وين راح؟ قال له راح هذا في كل يوم جمعة يذهب إلى هذا المكان وسيلتحق به رجل آخر يصلي 2 ركعتين إلى قائم آل محمد. قال له إلا أوصل هذا المكان. قال له امشي. لقى الرجل شنو؟ نفسه والثاني وياه. واحد سلم عليه، واحد ما دار له بال. ذاك الأول اللي سلم عليه قال لا تنكره، عندنا علم عنه، لقد بعثه شمس الدين وأمر ميم حاء ميم دال بمجيئه. ميم حاء حاء مد ميم حاء ميم دال صح. كل رموز جفر. رجع احتضن سلم عليه قال له احكي لي عن دينك، اقرأني القرآن. قرأ القرآن. قال هذه ليس قراءة آل محمد، القرآن لم يبدل لم يغير، لكن هذه القراءة ليس قراءتهم. قال وكيف أستمع إلى قراءتهم؟ قال إذا قرأنا. قرأ. قال ما هذه القراءة؟ قال هذه قراءة قائم آل محمد. اللهم صل على محمد. قال هل رأيته؟ قال لا. عليكم السلام. قال أنا أريد أن أرى. قال لن تستطيع أن ترى. توضأ وشرب ماء وأجل الشجرة وصلى 2 ركعتين بالمكان. اجوا
قالوا له تتفضل ترجع. قال لهم أريد أشوف الإمام. قال لن تستطيع. رجع نفس الطريق، وصل إلى شمس الدين. شمس الدين قال له تجيت عن يا طريق؟ قال له عن طريق جزيرة الرافضة. قال لا ترجع عن طريق جزيرة الرافضة، بل ترجع عن طريق آخر، عن طريق طرابلس. يعني الطريق اللي يجي بيه ما يرجع بيه. رجع عن طريق شنو؟ طرابلس. قال له زين أنا راح أرجع عن طريق طرابلس، بس عندي أسئلة يمك. سأله هذا اللي شفته يصير أقصه؟ فقال بعض الفقرات قال له أجيز لك أن تقصها، البعض الآخر لا أجيز. قال له هاي الدراهم تتعاملون بها، أريد من عندها البركة. انطاه عدد من الدراهم للبركة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليا ولي الله ميم حاء ميم دال ابن الحسن القائم محمد وآل محمد. قال له شنو هالدراهم؟ قال في أي عملة هاي تمشي. شلون تمشي؟ قال تتغير بإذن الله بعملة البلد. قال هذا بعض أسرار الله. قال له الإمام إلى حق؟ قال أجاز بحق الإمام أن يعطى إلى الفقراء من شيعته. قال يجوز لشيعته اتخاذ العبيد والجواري؟ قال يجوز على أن يحسن إليها كما يحسن لنفسه. هذا من رجع ألف كتاب. شو اسم الكتاب؟ الفوائد الشمسية. شنو الشمسية؟ يعني لشمس الدين. قال له ولكن أنا أريد أشوف الإمام، يعني راح أرجع وأنا شنو؟ ما شايفه. قال له لما كنت بالشام تدرس علم آل محمد وطلعت لقاك فارس بيده رمح طويل وسيف دمشقي؟ قال بلى. قال هذا قائم آل محمد. اللهم صل على محمد. قال له لما وصلت إلى المغرب العربي بلاد البربر كنت خائف والرعب مسيطر عليك، رآك فارس قال لك اركب بهاي السفينة حتى توصل إلى جزيرة الرافضة؟ قال له إيه. قال له ايش راكب؟ قال له راكب فرس أشهب. قال رأيته؟ قال نعم. قال هو والله قائم آل محمد. اللهم صل على محمد. لقد رأيته مرتين. قال اطمأن قلبك؟ قال إذن أين أسكن؟ قال تعود إلى سامراء ثم تسكن في مدينة الغري وتموت فيها لأنه حامل حمى. أقول إذا كان أمير المؤمنين حامل حمى عند عترة آل محمد وعند كل من أوى إليه من إنسان ومن حيوان، كما في قصة الغزالة التي تبعها هارون العباسي. ولكن يا مؤمنين يا موالين، سمعتم بنداء زينب على التل الزينبي